السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بالريسيرفوار دايناميك موديل باستخدام التي نافيجيتور. احنا لازلنا في الخطوة رقم 13، خطوة البريدكشن، وعنوان فيديو النهاردة ان شاء الله لفارذر اكشن كيس ويز ايكونوميك ليميت. كنا في الفيديو اللي فات عملنا بريدكشن كيس لفارذر اكشن كيس برضو، ولكن من غير ما نحدد ايكونوميك ليميت. اللي هنعمله ان شاء الله في الفيديو ده ان احنا هنحدد ايكونوميك ليميت في بريدكشن كيس، وهنشوف بقى ايه الفرق بينها وما بين الرنة اللي فاتت. ارجو بس لو حضرتك طلعت باي فايدة من الفيديو ده يكون لوالدي رحمة الله عليه ولوالدتي ربنا يبارك في عمرها نصيب من دعواتك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ ان شاء الله. طيب انا كده فتحت الموديل بتاعنا الارب موديل، واخر حاجة كنا عملناها كنا عملنا بريدكشن كيس سميناها نو فurther اكشن كيس او NFA، بنيناها من الهيستوري كيس اللي موجودة عندنا. عملنا استراتيجي 5 سنين من سنة 2024 لسنة 2029، استخدمنا فيها نفس الابار اللي موجودة في الهيستوري كيس من غير ما نضيف ابار جديدة. وجينا كده في الريزلتس بتاعتنا في الريتس مثلا كله ان هي الكيس بدأت من سنة 2024 البريدكشن لسنة 2029 من غير ما في حاجة توقف الرن بتاعتي. طيب ايه اللي هنعمله بقى في الفيديو ده؟ ان احنا عاوزين نحدد economic limit خاص بالفيلد بتاعنا، وليكن oil rate 100، ونقول له عندها خلاص انا هستوب البرودكشن عند الحد دوت. يعني اول ما تيجي عند الاويل ريت ب 100 ستوب البرودكشن بتاعي. فاللي هنعمله بمشيئة الله اللي احنا هنعمل استراتيجي جديدة هنضيف فيها رول خاصة بالايكونوميك ليميت دوت، وبعد كده نكري بريدكشن كيس جديدة نضيف فيها الاستراتيجي دي. فعشان نعمل استراتيجي جديدة هنروح للويلز داتا في الجزء الخاص بالاستراتيجيز، بدل ما ندوس كليك يمين ونقول له اد نيو استراتيجي ونبتدي من اول وجديد نحط بقى الديوريشن بتاعها من سنة كذا لسنة كذا ونحط الكنترولز والكلام ده، لا هنيجي عند الاستراتيجي اللي هي كانت موجودة عندي ال NFA دي واقول له دبليكيت استراتيجي جاست، بس هنغير اسمها NFA underscore limit على اساس ان دي هتبقى محدودة بالايكونوميك ليميت. زي ما شايفين كده ان هي خدت نفس الديوريشن وخدت نفس الرولز اللي كانت موجودة في ال NFA دي. طب هنضيف لها ايه؟ هنضيف ليها جروب رول خاص بالايكونوميك ليميت. طيب قبل ما نتكلم عن الجروب رول ديت خلونا نتكلم عن الجروب بشكل عام. الجروب حضرتك بتعمله ليه؟ الجروب حضرتك بتعمله بحيث اللي انت بتسلكت مجموعة من الابار وفقا لكرايتيريا معينة. طب على سبيل المثال لو في موديل عند حضرتك بيتكون من 2 زونز حضرتك بتنتج منهم، زون رقم 1 وزون رقم 2. زون رقم 1 فيها ابار معينة وزون رقم 2 فيها ابار معينة بتنتج منها. طيب فحضرتك هتقسم او هتعمل 2 جروب في الكيس اللي حضرتك هتعملها، او من خلال في الاستراتيجي يعني هتعمل جروب 1 وجروب 2. جروب 1 هتضم فيها او هتسلكت الابار اللي بتنتج من الجروب دي، وجروب 2 هتسلكت الابار اللي بتنتج من الجروب دي. طيب ليه حضرتك بتعمل دوت؟ ليه بنعمل موضوع الجروب؟ لسببين 2. السبب الاولاني ان بعد ما حضرتك بترن الكيس اللي فيها الاستراتيجي اللي بتحتوي على الجروبس اللي حضرتك قسمتها دي وعايز تعرض الريزلتس بتاعتها، هندوس كده على جرافس. طيب زي ما احنا شايفين كده هنا هو عارض الداتا دي او الريزلتس ديت اما للفيلد كله. يعني لما بدوس على ويلز زي مثلا عاوزين نعرض الكيوم اويل بتاع الابار، فلو وقفت على ويلز وهو بيعرض الكيوم اويل اللي حضرتك انتجته اللي هو مثلا 265 ألف للابار كلها لما نقف على ويلز، او ان حضرتك بتحدد لكل بير تشوف الكيوم مثلا بتاعه قد ايه. طب سي مثلا انا عاوز بقى في الجروب بتاعي انا عاوز اشوف الزون رقم 1 دي ككل انتجت قد ايه، وزون رقم 2 ككل انتجت قد ايه، بحيث برضو وانا بعمل ايفالويشن للزون عندي او اشوف حتى البريشرات فيهم، اشوف الريتس فيهم. فانا عايز اضم الابار دي واشوف القيم بتاعه كل زون. لو احنا جينا كده على جروبس هنا هنلاقيه هو اساسا عامل جروب بس مسميها فيلد. يعني هو باي ديفولت لما حضرتك بتشتغل على الموديل ديزاينر وبتكريت فيه موديل فهو باي ديفولت بيعمل جروب اسمه فيلد، بس الفيلد دوت هو كانها ويلز. هو الجروب ده
هو عمل سيلكشن باي ديفولت كده للابار كلها، فلما نقف عليه هيديك مثلا الكيوم بتاع الابار كلها. لكن احنا عاوزين بقى نعمل مثلا جروبس، نقسم مثلا ان البرين دول سي في زون معينه والبرين دول في زون معينه، وانا عايز اشوف انتاجيه الزون واحد وانتاجيه الزون اتنين مع بعض قد ايه. فبدل ما اخليها كده فيلد واخليه مختار الابار كلها في الفيلد ده، واقف على كل بير اجيب القيوم بتاعه واجمعهم مع بعض علشان اجيب الكيوم بتاع الزون دي. ما هو سي مثلا الموديل بتاع حضرتك، الزون اللي حضرتك عاوز تجيب الكيوم بتاعها فيها 20 بير او 30 بير، فبدل ما تقعد تجمع في الابار وتضيع وقت، فهو قال لك انا هعمل لك، هقسم لك الموضوع، هدي لك اوبشن اللي انت تعمل جروب قسم فيه الابار براحتك وفقا للكرايتيريا بتاعتك. ولما نيجي نعرض هنا بقى في الريزلتس وتيجي في الجروبس، هعرض لك الجروب مثلا واحد لوحده والجروب اتنين لوحده. فلما نقف على جروب 1 مثلا ده، فهيديك الكيوم بتاع الابار اللي موجوده فيه. لما نقف على جروب مثلا رقم اتنين لو موجود مثلا، يعني هيدي لك الكيوم بتاع الابار اللي موجوده فيه. فده السبب الاولاني اللي حضرتك بتكرت في جروب علشان تشوف الريزلت بتاع كل جروب لوحده. طب السبب التاني ايه؟ السبب التاني، نرجع كده للولز داتا. السبب التاني ان حضرتك عاوز تعمل رول خاصة بجروب معين. يعني مثلا في موضوع الكنترول بتاع البرودكشن اللي احنا عملناه، فاحنا حددنا مثلا قلنا الكرنت فاليو. فالكرنت فاليو دي لما جينا نعمل الكنترول بتاع الليكويد ريت قلنا له كرنت فاليو، فقلنا له شوف الفاليو الاخيره، الكرنت فاليو اللي كانت موجوده في الهيستوري كيس واشتغل بيها زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. طيب سي مثلا لو انا عاوز اعمل كنترول للبرودكشن ريت دوت او للليكويد ريت دوت للجروب رقم واحد، وعايز اعمل الجروب رقم اتنين، يعني الزون رقم واحد عاوز اعمل لها كنترول لوحده والزون رقم اتنين كنترول لوحده. فحاجي كده هنا في دي واقول له اد نيو رول، سوري، وحاجي في الرولز دي هلاقيه هو عامل لي حاجه هنا اسمها جروبس. اختار ساعتها الجروب برودكشن كنترول، اكون انا في الاول عملت الجروبس يعني، وهنشوف ازاي احدد فيها بقى ان الجروب واحد هياخد ريت معين وجروب اتنين ياخد ريت معين. فابار الجروب واحد هتختار الريت اللي انا هحدده، وهيروح الريت التاني للابار رقم اتنين، يعني كل بير هياخد نفس القيمه اللي احنا هندخلها. طيب ايه اللي هنعمله في الكيس بتاعتنا او في الموديل بتاعنا؟ احنا عندنا الموديل بتاعنا بيحتوي على نوعين من الابار، اويل بروديوسنج وووتر انجكشن. فانا عاوز اعمل ايكونوميك ليميت خاص بالاويل بروديوسنج ويلز، ان هو لما بتيجي الانتاج بتاعها عند 100 خلاص اعمل شاتن للويلز ديت. فهنقسم هنا، هنعمل تو جروبس، جروب للاويل بروديوسنج ويلز وجروب للووتر انجكشن ويلز، وهحط رول للجروب الخاص بالاويل بروديوسنج ويلز. عشان نعمل دوت او عشان اكاري الجروب، فهاجي كده هنا واقول له اد نيو رول، ان هي بتتعمل من رول موضوع الجروب دوت. فهاجي في الجروبس هنا اقول له كريت جروب هيراركي. جروب هيراركي اللي هو مقصود بيها اللي هو التسلسل الهرمي للجروب دوت. لو عندك ابار موديل كبير وفي ابار كتيره زي ما قلت مثلا في زون واحد وفي زون اتنين، طب الابار اللي في زون واحد فيها اويل بروديوسنج وفيها جاس بروديوسنج وفيها ووتر انجكشن، فحضرتك بتعمل تسلسل او بتعمل جروبس جوه كل كرايتيريا حضرتك بتعملها. ففي الحاله بتاعتنا هنقول كريت جروب هيراركي ونقول له اوكي. فزي ما شايفين كده ان هو جاب الجروب الاولانيه اللي هو فيلد اللي هو حاطط فيها الابار كلها. احنا جوه الفيلد دوت هنعمل تو جروبس، جروب للاويل بروديوسنج ويلز وجروب للانجكشن او ووتر انجكشن ويلز. فاول ما عملت له كده هو جاب باي ديفولت الجروب دوت اللي هو الجروب الاولاني هو عمله يعني دلوقتي. فانا جاست هدبل كليك عليه واقول له سمي دوت بروديوسرز، وهضيف كمان بقى جروب. هقف على الفيلد هنا وهضيف كمان جروب هسميه injectors. هقف على البروديوسرز بقى وهختار الابار اللي هي
31 و 33 على اساس دول الاول بروديوسنج، والانجكتورز هختار 15 و 26 على اساس دول الووتر انجكشن ويلز. فكده جوه البروديوسرز البرين دول، وجوه الانجكتورز البرين دول. طب انا كده كونت الجروب خلاص، هعمل بقى الرول الخاصه بالجروب بتاعنا. هقول له اد نيو رول، كليك يمين على دي واد نيو رول، وهاجي في الجروبس هنا هقول له ايه؟ هقول له economic limits for production groups. كده هنا هكليك عليها واقول له اوكي. فعمل كده الايكونوميك ليميت اهو، جاست اللي انا هضيف الجروب بتاعنا. هقول له اد جروب، الجروب بتاعك ايه اللي هتضيف له الليميت دوت؟ هو بروديوسرز ولا انجكتورز؟ للبروديوسرز. طيب هو هنا بقى ايه الليميتس اللي هو حاططها او عامل لك اوبشن ليها؟ هو دلوقتي جاب لنا 7 حاجات في الرول ديت. الحاجه الاولانيه هو الجروب نفسه اللي حضرتك بتعمله. الحاجه التانية بيقول لك المينيمم اويل برودكشن، وفي الحاله بتاعتنا ديت هنختار 100 او هنكتب 100. وجايب لك بعد كده قال لك او اللي انت تعمل ايكونوميك ليميت بتاعك وفقا للمينيمم جاس برودكشن ريت او دوت جاس ويل، او مينيمم ووتر كات، او مينيمم جاس اويل ريشيو، او مينيمم ووتر جاس ريشيو. فهو بيقول لك ايه الرؤيه بتاعتك للايكونوميك ليميت اللي حضرتك هتحطه في الاستراتيجي ديت في الرول ديت. فاخترنا البروديوسر واخترنا المينيمم اويل برودكشن 100. طب جاب لك حاجه اخيره هنا وهي الورك اوفر. دوت الاوبشن بتاع الورك اوفر هو خاص لو حضرتك استخدمت مينيمم ووتر كات از ايكونوميك ليميت. يعني بمعنى ان لو جيت مثلا قلت له ان الماكسيمم ووتر كات بتاعنا انا هعمل ماكسيمم ووتر كات 0.9، فدوت اول ما تيجي عند ال 90% ده الايكونوميك ليميت بتاعي. طب هو هيقول لك بقى انا لما اجي عند ال 90% دي هعمل لك ايه؟ لو انا اخترت نان فانا بقول له خلاص انت لما توصل ل 90% اقفل الابار، شاطن بقى الويلز عندي، فدي النان دي مش هعمل ورك اوفر. طب الاختيار التاني كون دوت اللي هي خاصه بالكونكشن، لو اخترناها فحضرتك بتقول له بقى ان اول ما توصل للوتر كات ال 90% ديت اقفل الكونكشنز او اقفل البرفوريشن انترفالز اللي بتجيب ميه كتير ادت لان الوتر كات بقت 90%. فهو بيشوف بقى، هيشوف الابار وهيشوف البرفوريشن انترفالز اللي بتبروديوس ووتر كتير، واوريدي هيعمل لها شاتن جاست للبرف دي. يعني هيجي عند البرف ديت ويعمل لها كلوز للبرف ديت اللي بتنتج الووتر توصل ل 90%. فهو بيفضل بقى ماشي بالرنه من سنة مثلا 24 لسنة 2029، وأول ما الووتر كات بتاعتك هتوصل لل 90% دي ووصلت لل 90، وصل للإيكونوميك ليميت اللي حضرتك حددته، ساعتها هيبص على الآبار وهيشوف البرفوريشنز اللي موجودة عندك اللي هو بيسميها كونكشنز، وأنهو أكتر كونكشنز أو أكتر برفوريشنز بتجيب مية ويبتدي هو يقفلها. فكأنك بتعمل ووتر شات أوف للآبار ديت، بحيث حضرتك لما تراجع الرنة بتاعتك وتشوف انهو برفوريشن انترفلز هو متوقع ان هي تجيب ميه اكتر، فانت بيبقى بلان عندك ان لو في امكانيه تعمل لها ووتر شات اوف في الاكشوال كيس يعني. فدوت الاوبشن الخاص بالكونكشن. الاوبشن بقى الخاص بالويل ان هو بيقول لك بقى بدل ما هشوف البرفوريشن انترفلز انا هشوف اساسا الابار اللي بتنتج ميه اكتر وهقفلها بالكليه، مش هبص على البرفوريشن انترفلز بتاعتها. فبمشيئة الله احنا بعد الفيديو دوت نعمل فيديو تاني ونستخدم فيها الايكونوميك ليميت بتاعنا يبقى الووتر كات، ونشوف هو ازاي بيطبق الموضوع دوت على الكونكشن وعلى الابار. فهنشيل بوينت 9 ديت وهنخلي عندنا ان المينيمم اويل برودكشن ب 100، ودي كده كده ملهاش خلاص استخدام كده عندنا، فدي عادي نون. فهنلاحظ ان عندنا زي ما قلت احنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7، ان هو جايب كده 7 سواء جروب او الاوبشنز اللي هم بيديهم لي دول. فخلينا بس ناخد رقم 7 ده عشان هنحتاج له بعد شويه. طيب احنا كده خلاص حطينا الليميت دوت ان هو في الجروب بتاع البروديوسرز اللي بيحتوي على البرين دول، اول ما توصل لل100 وقف البرين دول. طيب احنا كده الاستراتيجي ديت هنعمل بقى كيس جديده هنضيف فيها الاستراتيجي دي. فهنروح كده في الكيسز، كيس ال NFA انا عايزها زي ما هي، فهقول له دبليكيت،
وهنسميها NFA برضو اندرسكور ليميت. هقول له تمام. هاجي بقى في الكيس ديت وهاجي في الاستراتيجي بتاعتها في الجزء بتاع السكيدول هنا، وبدل ما استخدم الاستراتيجي اللي هي NFA انا هستخدم الاستراتيجي اللي عملناها NFA ليميت اللي حطينا فيها الجروب كنترول رول اللي هو الخاص بالايكونوميك ليميت. وهقول له اعمل initialize للرنه دي. بما انها رن بريدكشن وهو اوريدي عمل دبليكيت للرن بريدكشن، فهو خد الهيستوري كيس ريزلتس زي ما شايفين الشريط الاصفر دوت برضو في نفس الكيس ديت كده تمام. عمل initialize للرنه وهقول له رن بقى الرنه الجديده بتاعتنا. تعالوا كده نبص على الجرافس بقى للرنه الجديده اللي هيرنها. خلينا نجيب مثلا الريتس الاويل ريت اللي عرضه دلوقتي الهيستوري الاساسيه والNFA والNFA ليميت. خلاص نشيل الهيستوري على اساس ان هي متضمنه في الاتنين، بس عشان نشوف الفرق ما بين NFA والNFA ليميت. NFA باللون الاحمر، NFA ليميت باللون البني اللي هو بيتكريت دلوقتي ده. وهنشوف ان هو اول ما يوصل بقى للاويل ريت ب100 ايه اللي هيحصل في الرن بتاعتنا. طب هو كده وصل بقى لل100، فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيعمل شط للابار بتاعتي للبرين دول زي ما شايفين الاويل برودكشن نزل للزيرو. ولكن هنلاحظ حاجة تانية، ان الرنة اوريدي شغالة، ان الرن ما وقفتش، ان هيفضل يرن لحد ما يوصل ل2029. طيب انا مش عايز ده، انا عاوز ان هو اول ما يوصل للايكونوميك ليميت وقف الرن بالكلية. انا مش عاوز الرنة تكمل لحد 2029. طيب ليه؟ لان سي مثلا لو في الاكشوال انا عندي ابار اويل بروديوسنج ويلز وعندي ووتر انجكشن ويلز، وانا عاوز اعمل بريدكشن كيس نو فردر اكشن كيس او دو ناثينج كيس، وعايز اشوف الابار بتاعتي اول ما يوصل للايكونوميك ليميت انا اساسا مش هنتج، وبالتالي مش هعمل ووتر انجكشن، هقفل هقفل الفلت. فهو هنا لو جينا عرضنا الووتر انجكشن ريت هنلاقي ان الووتر انجكشن ريت فضلت ثابته، ما جاتش عند الايكونوميك ليميت دوت ووقف الووتر انجكشن. فهو الرن ما كملتش كده. وبرده المشكله في دوت ان هو يعني انت حضرتك وقفت الرنه في 2027، فسنتين حضرتك بتعمل ووتر انجكشن، فبالتالي وده مش بيحصل في الاكشوال، فبالتالي حضرتك بتعمل سبورت للبريشر في الخزان اوريدي دوت مش موجود في الاكشوال يعني. فمشكله دوت ان البريشر بتاع الخزان في نهايه الرنه ديت مش هيبقى واقعي. غير كده كمان انت حضرتك بتضيع وقت في حته ان من 2027 ل 2029. طب لو كنا عاملين الاستراتيجي اكتر من كده فالرنه هتفضل تكمل للاخر. لا، انا عاوز ان اول ما توصل للايكونوميك ليميت اعمل شاتن للويلز، بس وقف الرنه كلها، ما توقفليش الاول بروديوسنج ويلز وتكمل. اللي حضر معايا كورس البتريل كان احنا عملنا رول مشابهه لدي اللي هو جروب كنترول رول، واستخدمنا بعد كده رول هناك اسمها شات سيكونسز، اللي هو بقول له ان اول ما توصل للايكونوميك ليميت بتاعك وقف الرنه كلها، اول ما الاور بتاعك يبقى زيرو وقف الرنه دي كلها. فهو قسمها على تو رولز موجودين. طيب هنا هو المفروض ياخدها في نفس الرول اللي استخدمناها دي اللي هي الجروب كنترول رول في حساباته. بمعنى ايه؟ خلونا نشوف كده المانوال الخاص بالموديل ديزاينر بيقول ايه في الحته دي اللي هو ده. هنلاقيه جايب الرول اللي استخدمناها اللي هو الايكونوميك ليميت اوف برودكشن جروب، وقال لك ان الرول ديت ان هي بتاد ايكونوميك ليميتيشن تو كارنت جروب اوبريشن كنترولز، ان هو المفروض بيحط ايكونوميك ليميت يعني لجروب معين. وقال لك هنستخدم الكيورد جي ايكون اللي هو جروب ايكونوميك. طيب احنا اتكلمنا في موضوع الكيورد دوت لما جينا نكريت الكيس، وقلنا ان هو السيميوليتور بيقرا كل حاجه حضرتك بتحطها في الموديل ديزاينر
حضرتك بتحطها في الموديل بتاعك هو بيقراها از كيوردز، يعني البروبرتيز اللي موجوده هو بيقراها كيوردز. يعني اتكلمنا على سبيل المثال البروستي، لو حضرتك سميتها بروستي او سميتها بوروس او سميتها اي اسم، هو بيقراها في السيميوليتور بورو، فهو بيحدد كيوردز معينه لكل حاجه موجوده، من ضمنها الرولز اللي حضرتك بتدخلها. فهو الرول اللي هو دخلها في الموديل ديزاينر هو السيميوليتور بيقراها بالاسم ده. فتعالوا نكليك على دي بحيث نفتح المانوال بتاع السيميوليتور ونشوف هو بيستخدمها ازاي. ده المانوال اللي هو الخاص بالسيميوليتور، الخاص بالجزئيه بتاعه الجي ايكون اللي وقفنا عندها. قال لك نفس الكلام ان دي عباره عن ايكونوميك ليميت، وانا هستخدم فيها السبع حاجات اللي احنا قلنا عليهم. هضيف الجروب وبعد كده المينيمم برودكشن ريت او سواء الووتر كات، الجاس اول ريشيو. هستخدم نفس الليميتس اللي موجوده دي. حتى برضو ضاف موضوع الورك اوفر اللي هو بيعمله نون او كون او كون بلس او ويل، الاكشن اللي هو بيتخذه ساعه لما بنيجي عند الووتر كات. فدول السبع حاجات اللي احنا شفناهم متضمنين في الرول اللي استخدمناها في الموديل ديزاينر الخاصه بالكيورد دي. لكن هنلاقيه ضايف حاجه تامنه هنا مهمه جدا اسمها اند كالكوليشن فلاج. الاند كالكوليشن فلاج قال لك ان هو لو حضرتك قلت لي يس، يعني لو كنا اساسا عملنا الشغل دوت از كيورد في الفايل يعني، ودخلنا كيورد كده كتابه، واستخدمنا الكيورد الجي ايكون ديت وحطينا فيها الليميت وحطينا فيها السبع رولز ديت حطيناهم، واللي مش موجود حضرتك بتعمل علامه نيجا كانها يعني مش هتستخدمها. يعني احنا استخدمنا بس الاويل ريت حطينا 100، لكن الحاجات التانية حضرتك لو بتكتبها كتابة هتكتب علامة نجم على اساس ان هو بينجلكت يعني الموضوع دوت. طيب يجي بقى في الخطوة التامنة دي، قال لك ان انت هتكتب يس. يس ديت يعني انا هقفل لك الرن على كده. طب نو لا مش هخلي الرنة تكمل زي ما عملنا. طب لو ما كتبتليش هعتبرها الديفولت بتاعي نو، يعني انت لو ما كتبتش يس او نو انا هعتبر ان هي نو. فالموديل ديزاينر لما بنيجي نشتغل عليه هو اوريدي بيترجم الحاجات اللي حضرتك بتكتبها والحاجات اللي حضرتك بتختارها لكي ووردز، وبيملى الكلام دوت للسيميوليتور عشان يفهمه. فهو عمل ايه؟ هو ادالك اوبشن في الموديل ديزاينر هنا لما جينا نكريت الكيس الاستراتيجي ولا ايه في الرولز داتا في الاستراتيجي، لما جينا نعمل دي هو ادالك السبع حاجات دول، بس ما ادكش الحاجه التامنه ان حضرتك تقول له الاند ران ديت بيس اور نو. فلما راح ترجم الحاجات دي للسيميوليتور في الداتا فايل، فالسيميوليتور خد الديفولت دي ان حضرتك ما حددتهاش، فهو بياخد الديفولت بنو، فكانك قلت له نو لا ما توقفش الرن. فكان المفروض وهم بيعملوا الايكونوميك ليميت رول ديت يضيف لك خانه كده تامنه هنا يقول لك بتاعت الاند ران يس اور نو، انت عاوز تقفل الرن بتاعتك ولا عاوز تكملها. ليه؟ لان هو مش ضايف لك برضه رول زي ما شفنا كده في الكورس بتاع البتريل اللي هو الشات سيكونسز، ان هو مش بيضيف لك رول ان اقفل لك بيها الرن. فانت لو هتعامل بالموديل ديزاينر انت سايبها لي كده مفتوحه، المفروض تيجي في دي وتعمل لي اند ران يس اور نو، لان انت سايبها ديفولت فهو السيميوليتور هيقراها نو فهيكمل لك الرن زي ما شفنا. طيب نتغلب على الموضوع ده ازاي؟ هو برضو الراجل ما سابكش كده، قال لك ان انا بدي لك رول خاصه بالكيورد، لو حضرتك عارف الكيورد دخله وحضرتك اعمل اللي حضرتك عايزه فيه. بمعنى هنيجي كده او خلونا نعمل استراتيجي جديده نقفل فيها الرنه بتاعتنا يعني. فهناخد نفس الاستراتيجي دي ونقول له دبليكيت استراتيجي وهنسميها بنفس الاسم ولكن اندرسكور ستوب على اساس ان هو يستوب الرنه بتاعتنا. واقول له تمام. هنيجي في الاستراتيجي بقى دي وهضيف فيها رول بس بالكيورد. ازاي؟ هقف كده وادوس كليك يمين واقول له اد نيو رول. هاجي كده في الاخر خالص هلاقيه كاتب لي يوزر كيوردز، هقول له تمام جابها لي هنا. هقف كده عندها واقول له دخل لي الكيورد. طب ايه الكيورد اللي حضرتك عاوز تدخلها؟ اللي احنا قلنا اسمها جي ايكون اللي هو جروب ايكونوميك اللي شفناه هناك. اقول له انا عاوز ادخل دي. طب حضرتك عاوز تدخلها كتكست تكتبها كتابه ولا سهل لك الموضوع ان هو تيبل يا عم؟
فهو شوف هنا حضرتك عمل نفس التيبل ولكن ضاف الخانات اللي هي ما كانتش موجودة في الرول اللي هي دي، هي نفس الرول دي ولكن حضرتك هتدخلها له كتابة. يعني في الجي نيم مثلا هنكتب له هنا producers على اساس اسم الجروب اللي حضرتك عملته هنا. الاويل ريت ده الايكونوميك اويل ريت هنعمله ب100، وهاجي في الاند ران دي هقول له هنا يس وقف لي الاند ران ديت وهقول له اوكي. فهو كتبها كتابة كده اللي هو هيدخلها للسيميوليتور بنفس الشكل دوت. هنيجي بقى في الايكونوميك ليميت دوت، خلاص انا مش محتاجه فهقف كده عليه واقول له شيل الرول ديت على اساس ان انا دخلتها از كيورد هنا، وضفت كمان عليها موضوع ان هو يند ران. تعالوا بقى نعمل كيس جديدة من دي، هدوس كليك يمين واقول له دبليكيت، هنسميها NFA underscore limit underscore stop على اساس وقف لي الرنة بتاعتي على كده، واقول له يس. وهاجي في الكيس ديت هختار الاستراتيجي اللي احنا عملناها اللي هي NFA limit stop، وهقول له يلا رن بقى الكيس ديت. وتعالوا نشوف كده في الجرافس هنا الشكل بتاعها هيبقى ايه لما نرن. سيبنا بال NFA الأساسية دي، خلونا كده احنا بنقارن ما بين ال NFA limit وما بين ال NFA limit stop، ان هو لما يجي عندي الايكونوميك ليميت بتاعي هيوقف الرنة بالكلية، مش هيعمل شاتل للاويل بروديوسنج بس. طب انا وقفت بس الفيديو ورجعته تاني دلوقتي كتسجيل لما يوصل لل100 يعني عشان نشوف الرنة هيبقى شكلها ايه. فالرنة القديمة هو وقف أول ما يوصل لل100، في الرنة الجديدة برضه هو هيوقف أول ما يوصل لل100، ولكن الرنة بالكامل هتقف. فهو ستوب الرن كده لحد هنا، ما كملهاش بسبب ايه؟ بسبب الرول اللي احنا حطيناها از كيورد اللي هو بقول له الاند رن ديت يس مش نو. بكده نكون عملنا البريدكشن كيس ديت وحطينا فيها الايكونوميك ليميت، وشوفنا اللي احنا لو حطينا بس الايكونوميك ليميت من غير ما نحدد موضوع ان الرنة تقف عندي بيكمل الرنة بتاعتنا بس بيعمل شاتل للاويل بروديوسنج اللي هي دي كمل الرنة بتاعتنا، ولكن في الكيس التانية ان هو بيستوب الرن لحد كده ما بيكملهاش معايا. فبكده نكون دي الرنة التانية، بحيث حتى لما اجي اعرض بقى الووتر انجكشن واعرض في دي وهو بيقف عند اول ما الرنة تقف عندي. طيب بكده نكون خلصنا البريدكشن كيس، سواء النو فاردر اكشن كيس او عملناها بالايكونوميك ليميت، وكمان عملناها بالايكونوميك ليميت اللي انا لو عاوز اوقف الرن بتاعتي لما اوصل للايكونوميك ليميت. ان شاء الله هتبقى بقى خطوة في البريدكشن ان احنا هنعمل موضوع الرنة يعني خاصة لما احط ايكونوميك ليميت للووتر كات ونحدد فيها موضوع الورك اوفر او الاوبشن اللي احنا هنعملها لما يوصل الايكونوميك ليميت الووتر كات بتاعتي، اما اقفل ابار او اعمل ووتر شات اوف يعني لانترفالز معينة. وكمان بمشيئة الله هنعمل كيس هنستخدم فيها جزء كنا اتكلمنا عنه في اول ما جينا نعمل بريدكشن كيس اللي هو الافشنسي فاكتور للابار، نشوف ايه التأثير بتاعها وازاي هتظهر معايا في الريزلتس. اشوف حضراتكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.